هنتابع مع بعض كمان الاربع ماتشات في الدوري المصري، ونكلمكم عن محمد صلاح امبارح اللي فاز بجائزة افضل لاعب في افريقيا. الجوائز طبعا مقدمة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف. كمان منتخب مصر افضل منتخب في افريقيا، وايضا مستر هيكتور كوبر مدير الفني الارجنتيني لمنتخب مصر هو افضل مدرب في افريقيا، انه وصل لكاس العالم مع منتخب مصر ووصل الى نهائي افريقيا افريقيا امام الكاميرون، البطولة اللي اتلعبت في الجابون. مكاسب كبيرة جدا 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 للكرة المصرية في 2017، سنة رائعة للكرة المصرية. كان ناقصنا بس ان الاهلي يكسب بطولة دوري ابطال افريقيا ونكون خدنا كل بطولات القارة الافريقية سواء على مستوى المنتخبات او الاندية، ولكن ربنا ما ارادش. وكمان يعني تم اختيار نادي الوداد البيضاوي المغربي كافضل نادي في افريقيا. احنا خدنا 3 جوائز من 4. افضل منتخب مصر صعد كاس عالم وصعد نهائي افريقيا، وهيكتور كوبر افضل مدرب في افريقيا زي ما قلت لكم، صعد مع منتخب مصر كاس العالم وصعد الى نهائي افريقيا. ومحمد صلاح نجمنا طبعا يعني كبير جدا والمميز جدا والمحترم جدا، قدر يفوز بلقب افضل لاعب في افريقيا، والموضوع ده ما اتحققش غير مرة واحدة قبل كده سنة 83. كابتن محمود الخطيب كان افضل لاعب في افريقيا، والمرة دي محمد صلاح هو افضل لاعب في افريقيا. كده مرتين مصر بتتوج بلقب افضل لاعب في افريقيا، محمود الخطيب 83 ومحمد صلاح 2017. النهاردة ان شاء الله هنتابع مع بعض في الدوري المصري طنطا مع امبي الساعة 2:30 بعد حوالي ساعة الا ربع من دلوقتي. الساعة 5 عندنا ماتشين في نفس التوقيت، سموحة مع المصري في استاد الجيش في برج العرب، وبتروجيت مع الانتاج الحربي. كابتن طارق يحيى النهارده اول لقاء ليه كمدير فني مع فريق بتروجيت، هيلعب مع الانتاج الحربي الساعة 5 في استاد السويس الجديد. الساعة 7:30 ان شاء الله وادي دجلة والداخلية في استاد الدفاع الجوي. وكمان هنتابع الساعة 7 مع بعض النهارده مباراة الامارات وسلطنة عمان في نهائي كأس الخليج، البطولة المقامة في الكويت. خلينا نرحب بالكابتن سامي الشيشيني نجمنا النهارده، هيكون موجود معانا بعد شويه كابتن جمال حمزه. كابتن سامي ازيك؟ كابتن كريم اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كل سنه وانت طيب. مبروك عليك طبعا ومبروك علينا الجوائز دي. ويمكن انا من خلال الفتره اللي فاتت دي قلت لك محمد صلاح هو صانع البهجه زي ما بيقولوا للمصريين. ايوه كلنا بندعي له في كل مباراه بيلعبها. احنا بنقعد دلوقتي نتفرج على ليفربول اكننا يعني احنا اللي بنلعب. ودي غريبه جدا، يعني انت عارف كلنا بنتابع محمد صلاح، كل الشعب المصري ما وروش غير محمد صلاح، لان هو زي ما قلنا صانع البهجه، صانع الفرحه، ربنا بيكرمه وبيديله احسن لاعب عربي، بيديله كمان احسن لاعب افريقي. فنتمنى له ان شاء الله يوصل للجائزه الكبرى اللي احنا كلنا بنتمناها، احسن لاعب في العالم باذن الله. بالظبط ان شاء الله ربنا يكرمه كمان في الفتره القادمه مع فريق ليفربول، ويكرمه مع منتخب مصر كمان وزملائه منتخب مصر في بطوله كاس العالم في روسيا 2018. خلاص احنا دخلنا في 2018، ناقص لنا 6 شهور على بطولة كاس العالم في روسيا. وهنسافر روسيا يا كابتن سامي؟ انت هنبقى من هنا ولا من هناك؟ ايه؟ والله يا كابتن سامي ما اقدرش استغنى عنك، لو سافرنا روسيا لازم تيجي معايا طبعا. انا هسيبك هنا يعني. انا سايبك انت تشوف بقى الاستوديو يطلع منين. هنشوف لسه هنقرر ان شاء الله، بس انا بفضل روسيا يعني. خلينا نسمع كده لحظة استلام محمد صلاح لجائزة افضل لاعب من افريقيا واللي اعلنها احمد رئيس الاتحاد الافريقي، ونستمتع كده بمحمد صلاح ونحتفل بيه من خلال اذاعة الشباب والرياضة، وايضا من خلال برنامجنا كورة الفترة القادمة. ومحمد خلاص غادر غانا امبارح بعد الحفلة، وكان طبعا موجود وفد مصر كبير برئاسة المهندس هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وايضا وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، واعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة سيف زاهر وكرم كردي ومجدي عبد الغني ومين تاني كان انا شفت سيف زاهر وكرم كردي ومجدي عبد الغني ومين كان في وزير الشباب. نعم قلت الوزير دكتور كرم دول بعتقد والله. طيب خلينا نروح لغانا، معانا دكتور كرم كردي عضو مجلس اداره اتحاد الكرة. خليني اهنيه طبعا على الجوائز اللي خدتها الكرة المصرية في الفترة الحالية، وهني نفسي ونهني الشعب المصري كله بفوز محمد صلاح بجائزة افضل لاعب في افريقيا، منتخب مصر افضل منتخب في افريقيا، وايضا مستر هيكتور كوبر افضل مدرب في افريقيا. يا دكتور كرم الف مبروك يا دكتور كرم. الله يبارك فيك يا كابتن كريم. ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، حاجه تفرح يعني. والله حاجه جميله. مبروك لمصر كلها يعني، كل الناس فرحانه. بالظبط الحمد لله يعني، حاجه تفرح حقيقي.
ونستحق يعني ما شاء الله نستحق ال3 جوائز. دي حقيقة يعني، هو كان واضح ان هو كان فعلا هم حاطين معايير وانت فعلا لما تيجي تحسبها كده هتلاقي فعلا صلاح بلا شك ان هو يتفوق كتير عن اي لاعب تاني في الانجازات اللي عملها. احنا المنتخب بتاعنا هو ثاني افريقيا ووصلنا لنهايات كاس العالم بعد مجموعة قوية جدا انت طلعت فيها الاول، وحتى في مشوارك برضو لكاس الامم انت كسبت نيجيريا واحدة من اكبر اقوى الفرق. مستر كوبر طبعا برضو هتلاقيه هو كتاريخ طبعا لا يقارن باي واحد تاني، ارقام وكارقام وصل كاس عالم، وصل نهائي افريقيا 2017 طبعا. وحتى ونتائج يعني حتى في انت في ال10 مباريات اللي لعبتهم انت خسرت مباراه واحده وتعادلت مباراه، والماتشين كانوا بره ملعبك، فبلا شك ان دي كانت نتائج مفيش مدرب تاني عملهم يعني. عايز اسال حضرتك حاجات احنا بقى ما نعرفهاش هنا في مصر، يعني استقبال الشعب الغاني ليكوا، النجوم اللي كانوا موجودين في الحفله كاعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، طبعا مهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، التعامل مع محمد صلاح هناك في غانا كان عامل ازاي مع مستر فيكتور كوبر، يعني احكي لنا بقى من ساعه ما سافرتوا غانا لغايه دلوقتي وانتوا ماشيين من غانا. مستر فيكتور كوبر لكن بالنسبه لصلاح احنا شفنا صلاح ده دقايق محدوده يعني. صلاح جه طبعا قبل بدايه الحفله بحوالي ربع ساعه تلت ساعه، يعني وقفنا معاه واتكلمنا معاه وكان مبسوط والناس كلها حريصه ان هي تاخد معاه صور وكده. لكن بعد الحفله احنا يا دوبك هنناه وتصورنا معاه في يمكن اقول لك 30-40 ثانيه، وهو راحوا واخدينه على طول على المؤتمر الصحفي على المطار، لان الحفله طبعا كانت تخلص 8:30 خلص في 10 وشويه. وهم كانوا مرتبطين بالطياره الخاصه اللي جايبها هو استاذ مهني، اللي انا حاجه ان انا كنت واقف مع صلاح وجي استاذ مهني وقلت له طب انا عايز اتصور معاك قلت له الاثنين، فقعد يضحك قال لي لا احنا متنافسين دلوقتي انا ما بتصورش مع صلاح، وقعد يضحك وطبعا واضح ان العلاقه بينهم يعني اكثر من جميله، وما كنتش تحس ان في غيره او في عملتها اصدقاء وزملاء كمان في ليفربول يعني. لا علاقتهم جميله. قلت له ده انا كنت عندكم في ليفربول اتفرجت على ماتش ليفربول اللي فاتوا ويمكن اجي على ماتش بورتو، قال لي لا لازم نشوفك بقى لازم تيجي مش عارف. لكن الناس كلها كانت بتحتفي بصلاح. مش عايز اقول لك ان بعد في نهايه الحفله الناس كلها كانت واقفه في الشارع مستنيه صلاح، لكن للاسف الشديد هو طلع طبعا على المطار على طول وبسرعه على ولان هو كان تلاحظ الماتش قال لي احنا هنمشي على طول لان سادو ماني احتمال يلعب بكره. هو فعلا موجود في ال 18. هو محمد صلاح متعور. محمد قال لي انا قدامي يومين وانزل التدريب. كان متعور. قال لي قدامي يومين يعني هم بيحضروا بقى طبعا الماتش الكبير يوم 14 بتاع مانشستر سيتي، لان ده بالنسبه له هو ماتش مهم قوي طبعا، لانه بيقول لي يعني ماتش هيبقى مفتوح فاللعب فيه هيبقى حلو. قال لي ماتش قوي، فرقه قويه بس فرقه بتبقى نازله عشان تكسب واحنا برضه بنبقى نازلين عشان نكسب، اكيد هيبقى ماتش كويس وهو بيستعد له باذن الله يحصل المباراه دي ويلعب ويجيب جوان كمان. طيب انت امبارح توتنهام اتعادل وهاري كين ما جابش جوان الحمد لله. بالظبط فالدنيا ماشيه يعني ان شاء الله ربنا يكرمه كده. انتوا كلكم راجعين النهارده يا دكتور كرم؟ مهندس هاني أبو ريدة وسيف زاهر وكابتن مجدي عبد الغني وهولكر كوبر. هو الوحيد اللي هيروح على انجلترا. يعني هيتفرج على اللعيبه المصريين هناك ولا هيعمل ايه؟ لا كوبر رايح الارجنتين مش انجلترا. يكمل اجازته. يكمل اجازته. هو ترانزيت انجلترا. ايوه بس هو رايح يكمل الارجنتين. تمام. اجازته ويرجع باذن الله. يعني ترجعوا بالسلامه ان شاء الله يا دكتور كرم، والف مبروك وبلغ تحياتنا لكل البعثه المصريه. حاضر يا حبيبي. الله يخليك يا دكتور، بشكرك شكرا جزيلا دكتور كرم كردي طبعا من غانا من المطار. هو دلوقتي في المطار عشان راجعين الى القاهره ان شاء الله كل بعثه اتحاد الكره المصري. وزير الشباب والرياضه كان مهندس خالد عبد العزيز. خليني ارحب كابتن جمال حمزه اللي انضم لنا دلوقتي في كوره اف ام. كابتن جمال ازيك؟ كابتن كريم ازيك؟ عامل ايه؟ كله تمام. مش عارف حاسس كده ان انت بردان مع ان الجو حر. الجو حر جدا ومفيش تراب ولا في اي حاجه الحمد لله.
النهارده بقى ايه نقول صلاح الخير جاي لابس صلاح الخير والله فعلا. يعني كلنا كنا سعداء امبارح جدا، وكلنا كنا متاكدين ان محمد صلاح هيحصل على افضل لاعب في افريقيا، وده يعني ده المهم، وده اللي فيه سعاده اكتر يعني، حتى بالنسبه لي ان انت تبقى قاعد مطمن ان صلاح يعني مفيش منافسه اصلا مع صلاح في مقارنته باي حد موجود دلوقتي في افريقيا. هو ده النجاح، ان انت تبقى مميز ومفيش حد في يعني قريب حتى من المكانه اللي انت موجود فيها. هي ده او ده النجاح الحقيقي لصلاح، وده نجاح طبعا